السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في درس جديد. هنشرح مع بعض النهارده الوحده التاسعه. في الوحده دي هناخد ازاي اعبر عن المستقبل باستخدام will و going to، وكمان هناخد الضمائر الانعكاسيه. وفي اخر الفيديو هنحل اسئله كتير عليهم ونعرف ازاي بيجوا في الامتحان. قبل ما نبدا، لو انت مش مشترك في القناه انزل واعمل اشتراك واعمل لايك للفيديو وشيره مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي ابسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. ويلكم باك. هنبدأ على طول الدرس بتاعنا بالكلام عن المستقبل البسيط، وأول حاجة هناخدها will. will معناها سوف، يعني أنت في الآخر عايز تقول سوف أفعل أو سأفعل. will معناها سوف، بيجي قبلها أي فاعل سواء مفرد أو جمع، ويجي بعدها الفعل في المصدر. الموضوع بسيط. عايز أقول أنا سوف أسافر، هقول إيه؟ I will travel. الجو هيمطر بكرة، هقول ايه؟ It will rain tomorrow. هتمطر بكرة. طيب انا عايز انفع اقول مش هعمل الحاجة دي، هعمل ايه؟ هجيب will والزق فيها not، يبقى will not، وادمجهم الاتنين مع بعض واخليهم won't. won't دي بيجي بعدها الفعل في المصدر، بيجي قبلها الفاعل، يعني انا ما زودتش حاجه، انا بس خليت will بقت won't. بس عايز اقول انا مش هسافر، هقول ايه؟ I won't travel. هي مش هتمطر، it won't rain. طيب عايز اسال سؤال، ما انا will هنا تنفع كفعل مساعد، او انا ينفع استخدمها بمعنى هل في اول الجمله، فانا هجيب will في الاول. بدأت بالفعل المساعد will ومعناها هل سوف will، وهات بعدها الفاعل والمصدر. will والفاعل والمصدر. عايز اقول لك هل سوف تسافر، هيبقى بالشكل ده will you travel. هل سوف تسافر؟ الإجابة بتاعتها تبقى يا إما yes يا إما no. yes واعمل مقص، ونو واعمل مقص وحط نقط. yes واعمل مقص يبقى yes I هتتحول you هتتحول ل I، ونجيب will بعدها yes I will، أو no واعمل مقص you هتنزل I no I won't. طبعا هعمل مقص واحط نقط يبقى will not، فهحولها لإيه؟ won't. طيب يبقى yes I will أو no I won't. لو عايز أسأل سؤال بأداة استفهام سهلة برضو، مش أنا قلت لك علشان تكون سؤال بتجيب will والفاعل والمصدر؟ أيوة، هات قبلهم بقى أداة استفهام. أداة استفهام. عايز أقول لك ماذا سوف تفعل، يبقى هقول what، وبعدين ندخل على أول what will you والمصدر do. what will you do ماذا سوف تفعل. طيب نيجي بقى للحاجة المهمة. أنا عندي طبعا will وعندي going to. امتى بقى بستخدم دي وامتى بستخدم دي؟ فأنا دلوقتي هاخد استخدام will. امتى بستخدم will؟ أول حاجة بنكتب هنا كده الاستخدام. امتى بستخدمها؟ رقم 1 قرار سريع. التليفون بيرن فأنا هرد، هقول لك كده the phone is ringing. I will answer. التليفون بيرن أنا هرد، سوف أرد. الموضوع مش محتاج إن أنا أقعد أفكر فيه، فعشان كده طالما ده قرار سريع أستخدم معاه إيه؟ will والمصدر. طيب رقم 2 تنبؤ بدون دليل، يعني ما عنديش دليل على الحاجة اللي أنا بقولها، وبتيجي مع الكلمات expect يتوقع، predict، think، sure. أي ما تلاقي كلمة من الكلمات دي فأنت بتعتبر الكلام ده تنبؤ بدون دليل. فهقول لك مثلا I expect the weather
الطقس، أنا بتوقع إن الطقس will be hot. أنا بتوقع إن الطقس سوف يكون حار. جبت will والمصدر علشان ده تنبؤ بدون دليل. رقم 3 حقائق مستقبلية مع العمر غالبا. هقول لك مثلا أنا دلوقتي مثلا عندي 25 سنة، فأقول لك السنة الجاية يبقى عندي 26. هقول next year السنة اللي جاية I will be 26 years old. هيبقى عندي 26 سنة. طيب وكمان بستخدم will مع العرض والطلب. العرض والطلب. أنا بعرض عليك حاجة، أقول لك إيه؟ will you drink a cup of tea؟ تشرب كوباية شاي. بعرض عليك اهو، بطلب منك. will you الأولانية كانت عرض، التانية دي اللي جاية طلب بقى. will you open the door for me؟ ممكن تفتح الباب ليا. يبقى بستخدمها في العرض وبستخدمها كمان في الطلب. خلاصة الموضوع يبقى will معناها سوف، ودي أول طريقة بعبر بيها عن المستقبل. بيجي قبلها الفعل وبعدها المصدر. عايز أنفي won't. طيب عايز أسأل سؤال، هات will في الأول وبعدها الفاعل وبعدها المصدر. will والفاعل والمصدر. عايز أسأل سؤال بأداة استفهام، هات أداة الاستفهام will والفاعل والمصدر. بستخدمها إمتى؟ مع القرار السريع. تنبؤ بدون دليل مع الكلمات expect و predict و think و sure والحاجات دي كلها. مع الحقائق المستقبلية لما أجي أعبر عن العمر. وكمان مع العرض والطلب. هسيب لك البورد لو عايز تاخد سكرين ونرجع نكمل مع going to. الشكل الثاني من أشكال المستقبل هو going to. going to بيجي بعدها الفعل في المصدر، بس بيجي قبلها الفيرب to be في المضارع. يعني بيجي قبلها am و is و are. طيب طبعا انت عارف ان I بتاخد am وهي وشي وإت وأي اسم مفرد بيجي معاهم is. we ويو وthey وأي اسم جمع بيجي معاهم ايه؟ are. وبعد كده بنجيب going to والمصدر. برضو going to هنا معناها سوف، بس لها استخدامات مختلفة عن will. طيب ناخد مثال. هقول لك I am going to travel to Aswan. This is my intention. دي نيتي. طيب يبقى أنا هسافر لأسوان ودي نيتي. جبت الفعل اهو، بعدين عديت على الفيرب تو بي اللي هو am، وبعدين going to، وبعدين جبت في الآخر ايه؟ المصدر. طيب لو عايز أنفي الكلام ده سهلة، هتقول بدل ما هي am يبقى احنا هنجيب الفاعل am و is و are دول هنزود لهم not، يبقى amn't isn't aren't وبعدهم going to والمصدر. يعني لو عايز انفي الجملة دي هقول ايه؟ I amn't going to visit أو sorry travel. amn't going to travel to أسوان. تمام. ولو عايز أسأل سؤال، عندي am و is و are أفعال مساعدة هقدمهم مع الفاعل بس. هتبقى في الأول هنا am و is و are وبعديهم الفاعل وبعديهم going to والمصدر.
ودي معناها هل سوف. هقول لك مثلا are you، هل أنت going to travel، هل سوف تسافر، هل أنت سوف تسافر. جبت are اهو، وبعدها الفعل اللي هو you، وبعدها going to اهي، وبعدها الفعل في المصدر travel. لو عايز اجاوب على السؤال ده هجاوب يا اما بيس. تعال ننقل السؤال بقى فوق هنا ونجاوب عليه بيس ونو. السؤال بيقول are you going to travel، ومعناها ايه؟ هل انت سوف تسافر. الاجابه بتاعته هتبقى يا اما يس يا اما نو. يس واعمل مقص، ونو اعمل مقص وحط نط. يعني يس واعمل مقص فهجيب يو هتتحول لي اي، وار هتبقى اي ما بتاخدش ار، هتاخد ايه؟ ام. يبقى يس اي ام او نو اي امنت. برضه عملت مقص بس حطيت ايه؟ نوت. طب لو عايز اسال سؤال باداه استفهام سهله، اداه استفهام هي دي اللي هي ايه؟ ام واز وار والفعل وجوينج تو والمصدر، هنقلهم هم ام واز وار والفاعل وجوينج تو والمصدر. عايز اقول لك اين سوف تسافر، السؤال كان هو، فانا هقول اين اللي هو ايه؟ where. وانت اللي هي يو، ويو بتاخد قبلها ار، يبقى where are you. كمل الجمله بقى going to travel، انت تسافر فين. تمام. امتى بقى بستخدم going to؟ بستخدم going to مع القرارات، ودي بتيجي مع كلمة decide و decision، وتيجي مع النوايا مع كلمة intend و intention، بتيجي مع الخطط مع كلمة plan معناها يخطط وخطة. يعني انت لو لقيت في الجملة decide و decision و intend و intention او plan، على طول ما بتفكرش في غير going to والمصدر. طيب مثال هقول لك he is going to visit Alexandria. It's his plan. بص كده، انا ببص في الجمله لقيت كلمه بلان، اتس هيز بلان، ان هي الكلام ده خطته، فانا جبت ايه؟ is going to والمصدر علشان فيه هي. يبقى لما تلاقي كلمه من الكلمات دي على طول بتروح ليه؟ going to والمصدر. طيب ايه تاني بستخدمه مع التنبؤ بدليل؟ بستخدم going to مع التنبؤ بدليل. لو معايا دليل على الكلام اللي انا بقوله على طول هروح لايه؟ لجوينج تو والمصدر. طيب انا كنا واخدين في ويل ان هي تنبؤ بدون دليل مع الكلمات اكسبكت وبريدكت وكلمه شور. طيب دي بقى عكس ويل، دي تنبؤ بايه؟ بدليل. انا معايا دليل. بص انا طلعت بره لقيت الجو مغيم، هقول لك اتس كلاودي، الجو مغيم، فهقول كده it is going to rain، الدنيا هتمطر عشان في غمام كتير. تمام، فالدنيا هتمطر، فده يعتبر ايه؟ دليل. فخدت معاه going to المصدر. حاجة تانية خد بالك ان المهارات لا تعتبر دليل. يعني اقول لك مثلا بص الجملة دي كده على السريع، احمد is clever، وهي ماشي جايب لك ايه؟ هي نقط come first. هختار هنا is going to ولا will.
بيقول لك احمد هنا ايه؟ احمد شاطر، فهو هيطلع الاول. انا قلت لك ان المهارات لا تعتبر دليل، وبالتالي هعتبرها تنبؤ بدون دليل، فاختار معاها ايه؟ will. فهقول احمد is clever he will come first. تمام. هعيد لك تاني على الكلام اللي احنا خدناه بسرعه في going to. اول حاجه هي قلت لك ان going to بيجي قبلها الفيرب to be وقبلهم الفاعل، يبقى الفاعل am is are going to والمصدر. الفاعل am is are going to والمصدر. ما ينفعش تخطي على حاجه من غير ما تاخد اللي قبلها. ادي محطه 2 3 4، لازم تعدي على الاربعه دول علشان تعمل جمله صح. طيب عايز انفي نفس الكلام، بس هخلي ام واز وار هخليهم ام انت وازنت وار. عايز اسال سؤال، قدم ام واز وار على الفاعل، ام واز وار على الفاعل، وكمل الجمله زي ما هي. بص انا عايز بقى اقول لك على حاجه هتسهل عليك الدنيا. احفظ المانشيت الكبير واعمل منه كل حاجه. انا علشان انفي بلزق في دي نط زي ما هي، علشان اعمل سؤال بقدمها على الفاعل بنفس التركيبه. عايز اسال سؤال بأداة استفهام نفس الكلام، هقدم دي على الفعل بس هجيب قبلهم أداة استفهام. امتى بستخدم اهي أداة استفهام ام واز وار والفعل جوينج تو المصدر؟ امتى بستخدم جوينج تو؟ قلنا مع القرارات decide decision، مع النوايا intend وintention، ومع الخطط اللي هي بلان. خد بالك ان decide معناها يقرر، فانا جايبها لك جنب القرارات، وديسيشن قرار، intend ينوي، وintention نية، وخطة يعني بلان. واخيرا بستخدمها في التنبؤ بدون في التنبؤ بدليل. وخد بالك ان المهارات لا تعتبر دليل، وبالتالي بستخدم معاها will. اسيب لك البورد لو عايز تاخد سكرين، ونرجع نكمل مع اخر جزء وهو الضمائر الانعكاسيه، ونشوف ازاي الكلام او الاسئله بتيجي على الكلام ده في الامتحان. اخر جزء معانا هو الضمائر الانعكاسيه. يبقى احنا دلوقتي هنشرح ايه الضمائر الانعكاسيه. الاول عايز اعرفك احنا ليه سميناها ضمائر انعكاسيه. ضمائر انعكاسيه اتسمت بالاسم ده لان هي بتنعكس على الفعل اللي في اول الجمله، او بتنعكس على الفعل اللي في الجمله. يعني الفاعل مثلا اي، فلازم الضمير الانعكاسي يبقى هو بيعود على الاي ده. طيب وكمان ايه لازمتها؟ لازمتها ان هي بتاكد لي ان اللي قام بالفعل ده هو الفاعل، او بتاكد لي ان الفاعل ده عمل الحاجه دي لنفسه او بنفسه. تمام. طب تعال نعرف ايه هي الضمائر الانعكاسيه ونشوف مثال علشان تفهم. I هتبقى myself نفسي، he هتبقى himself نفسه، she هتبقى herself نفسها، it هتبقى itself ودي نفسه او نفسها لغير العاقل. عندك we هتبقى ourselves انفسنا. شوف شايف كلمة self انا خليتها selves، حشت الاف وحطيت VES. طيب they هتبقى themselves انفسهم. you طبعا انا عارف ان you دي مفرد وجمع، انت او انتم، فلو هي مفرد هتبقى yourself نفسك، ولو هي جمع هتبقى yourselves أنفسكم. مثال I can do homework، أنا أقدر أعمل الواجب إيه؟ بنفسي. بنفسي صح؟ هحوش himself وأحط مكانها إيه؟ my self. حلو جدا. طيب خد بالك ان الضمائر الانعكاسيه دي ينفع اجيب قبلها حرف الجر باي. يعني انا في الجمله دي كان ينفع اقول I can do homework by myself، او ينفع احوشه برضو اقول I can do homework myself على طول. طيب خد بالك من الاكسبريشنز دي. make yourself at home يعني خد راحتك، make yourself at home، او feel at home، الاتنين صح. make yourself at home او make yourself feel at home، الاتنين صح، معناها خد راحتك. لو عايز اقول لواحد استمتع هقول له enjoy yourself. عايز اقول لواحد خد بالك من نفسك هقول له take care of yourself. take care of yourself. طيب لو عايز اقول لك ساعد نفسك help yourself، انت جاي تقول لي حل معايا الواجب اقول لك لا 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 ساعد نفسك help yourself. طيب دلوقتي بقى ناخد امثله نحل فيها على الضمائر الانعكاسية وكمان درس المستقبل. ركز معايا كويس. أول سؤال بيقول The children can't look after نقط وجايب لك himself غلط. الأطفال دي جمع يعني they. طيب يبقى أنا عايز أقول هم مش هيقدروا يهتموا بنفسهم، يعتنوا بنفسهم. The children can't look after أنفسهم بقى اللي هي إيه؟ أنفسهم أهي them
themselves. فانا هروح احوش himself واحط مكانها ايه themselves. طيب بص المثال التاني. بليز علي، لو سمحت يا علي. make not herself feel at home. يعني عايز يقول له ايه؟ خد راحتك. خد بالك بقى ان اي حد يشوف علي ده هي صح، هيقول ايه؟ هي. يبقى الضمير الانعكاس اللي عايد عليه himself. غلط. ليه بقى؟ لان هو بيكلمه مخاطب. طيب يبقى هو عايز يقول له لو سمحت يا علي خد راحتك. بيكلمه، يبقى هو ضمير مخاطب يعني you. فهتبقى ايه؟ yourself هو الضمير الانعكاس اللي عايد عليها. فهقول له بليز علي make yourself feel at home. طيب he is، خلصنا كده خلاص ضمائر الانعكاسين. نشوف بقى المستقبل. he is going sleeping. هي going بيجي بعدها الفعل في ing ولا to المصدر؟ to المصدر. يبقى he is going to sleep. طيب رقم 4. I are not going to try swimming. أنا مش هجرب السباحة. I هتاخد are؟ لا طبعا I بتاخد ايه؟ am. يبقى I am not، أنا مش هجرب السباحة. رقم 5. You are going to travel. أنا عايز أسأل سؤال. أنا لما أسأل سؤال ببدأ بالفعل ولا ببدأ بالفعل المساعد؟ ببدأ بالفعل المساعد. فهتبقى هنبدل دول مكان بعض. هتبقى are you going to travel؟ هل أنت سوف تسافر؟ آخر سؤال. الأهلي is a great team. الأهلي ده فريق عظيم. it going to win tomorrow. هيفوز بكرة. عايز أقول هيفوز بكرة. أنا قلت لك إن المهارة لا تعتبر دليل، يبقى أنا كده بتنبأ بدون دليل. فإيه اللي أنا بستخدمه عند التنبؤ بدون دليل؟ هي إيه؟ will والمصدر. فأنا عندي المصدر أهو، فيبقى ناقصني إيه؟ هحوش going to دي وأحط مكانها will. وبس كده يا سيدي، أنا كده خلصت معاك اليونت كامل. بتمنى أكون قدرت أوصل لك المعلومة بشكل مبسط وقدرت تستفيد من الفيديو. So thank you for watching. عايز أقول لك كمان لو أنت حابب تشترك معانا أونلاين إحنا بنشتغل على زوم، بنشرح الكلمات والقواعد وكمان بنحل أسئلة كتيرة جدا، وبنهتم كمان بأسئلة السكيلز. كل ده لو أنت عايز تشترك معانا. الاشتراك مش كبير، الاشتراك رمزي، وبنشتغل على زوم مع زمايلك. لو حابب تشترك معانا كلمنا على رقم الواتس اللي أنا هسيبه لك دلوقتي اللي يظهر لك في الشاشة. So thank you for watching. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.